تعبتونا، والله تعبتونا وقرفتونا وزهقتونا. فرشتني. اه. هو يا تجيبوا اعلانات يا تجيبوا مسلسلات، لكن ما ينفعش تجيبوا مسلسلات في نص الاعلانات. بنتضايق يا جدع، بنتضايق. وبعدين مش كل الاعلانات حلوه، يعني تلاقي حسن حسني جايلك كده، تبقى قاعد في امان الله جاي بيقولك ورغم اننا عيله واحده بس شخصياتنا مش واحده، ولكن اتفقنا على حاجه واحده هي كوتونيل. حضرتك ده حاجه تشرف، يعني ده حاجه تشرف اللي انتوا تبقوا عيله ومحترمه واكابر وتجتمعوا على كوتونيل. يعني انتوا ما اتجمعتوش على الفطار ولا على السحور واتجمعتوا على كوتونيل. وبعدين تلاقي جاي كده في نص الاعلان بيقولك ايه؟ وابن الوسطاني بيحب 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 كوتونيل استرتش، ومن كتر حبه فيها بيستحمى بيها. طب ابن حضرتك معفن، احنا مالنا؟ ما هو اللي بيستحمى بهدومه ده انسان معفن. ويجي في الاخر تلاقيه بيقولك ايه بقى؟ بيقولك اما البوكسر اوعى البوكسر كوتونيل اجمل بوكسر، كوتونيل اجمل بوكسر، وولاده بيردوا عليه اجمل بوكسر. ما انتوا عيله هبله، الاعلام فيه حاجه غلط. وبعدين ليه اجمل بوكسر؟ ليه كوتونيل؟ يعني كوتونيل بوكسر عنده 6 باكس بيحط ايلاينر، ليه اجمل بوكسر يعني؟ وتلاقي في اخر الاعلان بيقولك كوتونيل القطن بيتكلم مصري. حضرتك دي مصيبه لو اتكلم مصري، والله تخيل انت كده تبقى ماشي في الشارع فتلاقي بوكسره يلا بسرعه عايزين نروح، يلا مزنوقين، انت مزنوق عايزين نروح. دي مصيبه والله. بس ده ممكن يكون مفيد احيانا، يعني يبقى انت عندك برد او احتقان في الزور فبوكسرك يتكلم بقى بالنيابه عنك. تلاقي بوكسرين كده، يعني 2 اشخاص، ما البوكسرين هيبقوا 2 اشخاص ساعتها، فتلاقي بوكسرين بيكلموا بعض، يقول له انت عامل ايه مع الراجل اللي انت شغال معاه؟ يقول له ده مطلع عيني، ده عنده التصاق في الفخدين، وبص انا على طول قاعد كده متكتف. مش هينفع يعني. تخلص من الاعلان السخيف تخش على اعلان اسخف منه وهو اعلان لايون. تلاقي كده نمر ملوش لازمه معدي بيقول له ايه شغل القناص الروسي ده يا كبير؟ خراطيشك ماليه الغابه ملك. هو انت نمر ولا ديلر ولا ايه؟ ما هو مش طريقه كلام نمر دي خالص. وبعدين يعني يا خراطيشه ماليه الغابه يا ماليه اوضتك. ويجي في اخر الاعلان يقول له مزنوق، يقول له في حاجات ما ينفعش نتفق عليها، في حاجات ما بنعرفش نسيطر عليها يا كينج. اما انت مزنوق جاي تصور اعلان ليه؟ ها؟ يعني انت بتكروتنا؟ ما تعمل بيبي قبل التصوير. وبعدين هو في نمر لما بيتزنق بيعمل كده؟ اتقي الله يا اخي، مش كده. وتيجي الاعلانات الحلوه حتى، يعني الاعلانات الحلوه، اعلان فودافون تلاقيه اعلان جميل روعه، ليه مشاويره بمجدي عبد الغني؟ ليه مجدي عبد يا عم عرفنا اللي انت جبت جول، الجول النجس بتاعك ده بقالنا 90 سنه مش عارفين نخش كاس العالم بسببه. ارحمنا مش كده. وتيجي في اعلان بيبسي برضه اعلان جميل وشيك وحلو، تلاقي عيل سخيف طالع بيقول لك ايه ده هو احمد زكي رجع يعيش تاني؟ لا ما رجعش يعيش. يعني انت خدت بالك من احمد زكي وما خدتش بالك من فؤاد المهندس؟ ولا انت اهبل في ودانك ولا ايه؟ ارحمونا مش كده بقى. لا حول ولا قوه الا